يا مساء الخير من دوحة الخير، يوم جديد في دوحة الخير. النهارده يا جدعان على مهرجان الأغذية، فود فيستيفال. يعني يوم كده، هو مطاعم الضحى كلها موجودة في اليوم ده. هو مش يوم واحد بس، هو فترة من 11 تقريبا، من 11/3 لحد 20/3، 10 أيام. مطاعم يمكن أعظم المطاعم من كل مطاعم موجودة في المكان ده في مدينة الوسيل. النهاردة هنروح، بس أنا الأخص النهاردة رايح عشان كشري التحرير، أشوف هل الكشري هيبقى زي مصر ولا لأ. هم أكيد الكشري مصري وكل حاجة، بس عايز أشوف الطعم هيبقى زي مصر ولا لأ. يلا بينا. كده وصلنا مدينة الوسيل، وعند كشري التحرير كمان. يعني دي قيمة الأسعار، أسعارهم عادية جدا، يعني مش غالية والله، مش اوفر الحاجة. الأسعار بتاعتهم كويسة جدا. وهنا كده خلاص أنا طلبت الطلب بتاعي، وهنا بقى عرف ان انا كانش لسه عارف ان انا بصوره. فهنا بقى هيبص هيلاقيني بصوره، فهيعمل شوية حاجات كده، ايه شغل المصريين اللطاف يعني. كشري التحرير ملوك السعادة في قطر. حبيبي. تيك اواي ولا داينا باين؟ لا، تيك أواي. يلا شطة ودقة هنا. ايوه. يا جماعة انا ما قلتلوش عشان بس الناس تفكر ان انا متفق معاه ان هو هيعمل لي حاجة سبيشال لوحدي، او يعمل لي حاجة ليا انا شخصيا. والله اي حد هيروح ياكل هيتعمل له نفس الطبق ونفس الطعم وكل حاجه. يعني ما زادش عليا حاجه. عشان لو انا مثلا الناس تفكر ان انا بصوره كده، ممكن تفكر ان هو هيدينا حاجه غير اللي هو هيديها للزبون. لا، اي حد هيروح ياكل من كشري التحرير. مستني رايكم بقى بعد ما تروح تجربوا كشري التحرير. مستني رايكم وتقولوا لي الطعم عامل ايه. ميديم مع بيبسي. حبيبي الغالي، نورت الدنيا، نشوفك على خير. حبيبي.